السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. بابا جايلكم بيوم جديد وفيديو جديد. ده بقى يا جماعة من خولة، زي ايه بيقولك، من ورا الكواليس، خلف الكواليس. بص يا جماعة، كان منظر للمطبخ، كنا عاملين كشري. ده كان منظر المطبخ. بص بقى يا جماعة، بص الروقان والجمال. طفيت بقى كده الإضاءة، وعملت بقى ايه، كنت مصبرة مهين بقى. ده كان يعتبر امبارح مثلا، امبارح وصبنت ونمت. صحيت بقى من النوم كده، ماما جالها مشوار كده وسافرت، وانا بقى قاعده لوحدي. كان عندي فراخ في التلاجة، طلعتها. بقى معايا بصله، حطيت عليها ملح وفلفل اسود وكزبره، زي ما انتم شايفين كده. ادعكم مع بعض كده، وبعدين بقى سيبهم نشوف هنعمل ايه تاني. طبعا كنت يعني غسلت الفراخ ونقعتها، بس مرضيش اصورها معاكم. طبعا انتوا عارفين الطريقه. واللي مش عارفه طريقه النقع بتاع الفراخ، اي فيديو هتخش عندي عامله فيه فراخ، هتلاقي المحلول النقع بتاع الفراخ. هو ايه، يعتبر جنزبيل وملح ودقيق، ودقيق وليمون وميه بس. هنا بقى معايا حله. النهارده يا جماعه انا هعمل بطاطس صينيه، بس اللي هي ايه، يعني مش هحطها، مش هشوحها، مش هشوح الخضار على النار، اللي هي ايه بيقولوا عليها ني في ني. حطيت بقى بصل كده، كنت برضو اللي هو كنت مدبلاه، وكنت هنا بقى عملت بطاطستين كده على قدي، عشان مفيش حد ياكل الا انا، يعني محدش معايا في الشقه الا انا. ماشي. حطيت بقى الرز كده، بطاطس بقى فوق بعض كده، عشان اوعى يعني ما تحطهاش كده وتسيبيها، عشان ممكن ايه، واحده تستوي وواحده لا. رز كده بطاطس بقى معانا مع بعض يعني. طبعا مش هقولك متنسيش اللايك والشير والكومنت الحلو بتاعك، انا مبسوطه جدا جدا بالمشاهدات اللي عماله تزيد. بس برضك هقول لكم، لازم تشتركوا في القناه. بتشوفوا لي فيديوهاتي من غير ما تشتركوا في القناه. اشتركوا بقى في القناه. هنا بقى معايا ورق لورا وحبهان وفلفل اسود وكزبره وكمون وملح ومرق السكر وقرفه وبابريكا وكمون. بس كده نحطهم بقى كده على البطاطس. ماشي. يعني طبعا الموضوع انا عايزاكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. وان شاء الله الفتره الجايه هنزل لكم فيديوهات كتير، ولكم عندي فيديو ان شاء الله، ان شاء الله هينزل لكم يوم الثلاث الجاي، هيبقى تحفه. استنوا بس عليا، هتلاقوا عندي مفاجاه حلوه جدا. هنا بقى معايا قرنين فلفل، واحد احمر واحد ايه اخضر، حطهم برضو كده. بحب الفلفل في البطاطس الصينيه. ماشي. حط ايه تاني؟ بقى هنا كان معايا ورك، طلعت ورك على قدي. طبعا حاشيه ايه، تتبيله البصل اللي انتوا عارفينها. برضو كل مش عارفه الطريقه، تخش على الفيديو اللي الاخر فيديو منزلاه، هتلاقيني عاملاه. ماشي. هنا بقى كنت طحنت طماطم، نص شفشة طماطم، واحطه بقى ايه كده على البطاطس بالبصل بالفراخ. وكده بقى كده بقى اشغل عليه النار. كل ده لسه ما شغلتش النار يا فكره يا جماعه، يعني كل ده ما شغلتش النار. بقول لكم بصي كده تمام خالص. حطيت سمنه واحط زيت، ونشغل عليه بقى النار، ونغطي عليه ونسيبه لغايه ما يستوي. بس كده. اسهل واسرع صينيه بطاطس، وطعمها يا جماعه روعه. انا يا جماعه بصراحه بحب اعمل بطاطس صينيه في الحله. يعني بحب احطها في الحله وبعدين انقلها في في صينيه. بس انا بصراحه ما نقلتهاش، يعني سبتها في الحله عشان مفيش الا انا بس. لما كانت بدات تغلي، كانت ريحتها قلب الشقه والله العظيم يا جماعه. بس كده. انا بصراحه اكتفيت ان انا عملت صينيه بطاطس وعملت رز، ما عملتش حاجه تاني والله العظيم. كده كده مفيش الا انا اللي هاكل، فما قدرتش اعمل اكل كتير. حطيت بقى هنا شعريه عشان اعمل رز. طبعا يا جماعه ادعوا لماما تيجي بالسلامه، عشان هي يعني في بلد، وانا بصراحه خايفه عليها جدا. فادعوا لي بس ربنا يجي بالسلامه. انتوا عارفين ان الجو ساقع النهارده، كانت في شبوره وحشه جدا في الجو، فانا بصراحه خايفه. فادعوا لي بس كده ترجع بالسلامه، وان شاء الله لما ترجع اطمنكم عليها واقول لكم دي ماما جت. هنا بقى نقلب كده لغايه ما الشعريه تتحمر. زي ما انتم طبعا عارفين يا جماعه، الشعريه دي تحفه جدا. اقول لكم ايه، طبعا دي عشان المقاطعه احنا جايبين لمتنا مش من المقاطعه، صح ولا لا؟ دي جميع الشعريه بتاعتها تحفه وصغننه كده وجميله. معلش يا جماعه والله جالي تليفون، فرجعت دخلت المونتاج. هنقلب كده الشعريه، احنا وقفنا لغايه فين اصلا أنا نسيت. هنقلب كده لغايه ما الشعريه تتحمر. شوف بقى اللون اللي انت بتحبيه. انا بحب اللون الايه اللي هو الجولد ده، عشان ايه، بتبقاش فاتحه مني اوي الشعريه. يعني دي كده لسه لا، انا مش عايزاها كده، انا عايزاها اغمق شويه، عشان ما تفتحش معايا، تبقى زيها زي الرز. هنا بقى يا جماعه كنت بغلي ميه. والله يا جماعه انا كان عندنا كاتل، بس ماما اصلا ما بتحبش الكاتل وكده، يعني فرقع. ساعتها ماما بتخاف منه، ونفسي بجد يعني نجيب كاتل، بس ماما ما بترضاش. يعني شوفوا، يعني مش عارفه، كنا جايبين عندنا اللي هو
اللي هو الستانلس ده، اللي هو بايد صودا وهو ستانلس. بس بجد ولع قبل كده، بجد احنا بنخاف منه. بس بقى بعمل على البوتاجاز وخلاص، بالبراد كده بقى خلاص. كده ده يعتبر كده الشكل، يعني ده اللون اللي انا عايزاه في الشعريه، انا بحبه كده. شوفوا الشكل ان هي يبقى جميل جدا. هنا بقى معايا رز، حبه رز كده صغننين على قدي. برضو يعني عملت حبه زياده، ممكن ماما تيجي مثلا او حاجه تقولي مثلا عايزه اكل، احط لها شويه رز، فاهمين؟ او ممكن مثلا ما يبقاش عيل يجي مثلا يقول انا جعان، احط له شويه رز دول ياكلهم، بدل ما حرام نرميهم. طبعا ايه، طبعا انتوا عارفين كل حاجه غاليه، وان ايه ما نرميش كل حاجه يعني الاكل، لا طبعا عشان حرام، الحاجه كلها غاليه والله يا جماعه. حطيت بقى هنا مرقه سكر وحطيت ملح زي ما انتوا شايفين كده. حطيت بقى كده ملح وهقلب، وبعدين بقى نحط الميه المغليه. حطينا بقى كده الميه المغليه، نقلب بقى الرز كده. كده بقى خلاص، كنت ظبطت الملح بتاعه واغطيه، وكنت بقى موطيه على البطاطس الصينيه. هنا بقى خلاص كان الرز استوى زي ما انتوا شايفين اهو، استوى بقى. وكنت بقى ايه فتحت الشوايه ودخلت ايه اسمها دي صينية البطاطس، حلة البطاطس. هنا بقى كان شكل النهائي للأكل. طبعا يا جماعة حد يقول لماما احنا عايزين نطلع الطقم الأزاز اللي أنا وهي مش موجودة، أنا طلعته وأقول لكم مع السلامة وأشوفكم